ومعنا من فرنسا مؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس. سيد نجيب، مرحبا بك. كيف تتوقع أن تتطور الأمور الآن بعد أن انعقد فعليا مجلس الشعب المصري صباح هذا اليوم؟ هذا الانعقاد باطل وبني على باطل فهو باطل، واحنا نتوقع حكم المحكمة العليا الدستورية النهارده انها كما قالت من يومين ان قرارها فوق كل القرارات القانونية في مصر، هي أعلى سلطة قانونية في مصر، بالتالي فإن قرارها نافذ. أعتقد أن اليوم سوف تزيل عورة تنفيذ قرارها السابق وتؤكده، وبالتالي يصبح هذا المجلس منحلا وغير شرعيا. نحن كحزب المصريين الأحرار كما وحزب الوفد قررنا مقاطعة اجتماع اليوم لأننا لن نساهم في هدم الشرعية الأساسية للدولة، وهي قوة القانون واحترام المحكمة الدستورية العليا. يعني أنت تقول بأن الانعقاد باطل، وطبعا هناك طرف آخر يقول بأنه أصلا قرار المجلس العسكري هو الذي يعتبر باطلا، إذ أن قرار المحكمة الدستورية لم يلغي إلا ثلث أعضاء البرلمان وليس البرلمان كله. حضرتك ما قريتش حيثيات الحكم بوضوح. حيثيات الحكم كانت واضحة، لأن إفصال هذا الثلث يفصل المجلس بالكامل، وكان هذا واضحا. كنا نأمل أن يكون رئيسا مرسي رئيسا لكل المصريين، ولا يبدأ دورته الأولى بتحدي إرادة 50% الذي لم ينتخبوه، ويضرب بها عرض الحائط لا يمكن الإخوان المسلمين من برلمان مصر الحر دون أخذ الاعتبار ببقية القوى الوطنية الموجودة على الساحة. طيب، السيد دكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب تحدث اليوم وقال إن القرار الجمهوري هو يخص قرار المجلس العسكري وليس فيه أي تضارب مع قرار المحكمة الدستورية العليا. بالألفاظ يا سيدي الفاضل، فإن المجلس العسكري لم يفعل إلا أن يصدق على قرار المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فما فعلوه فهو تحدي صارخ وواضح للمحكمة الدستورية العليا التي تضم أشرف وأنبل قضاة مصر، وستصدر قرارها بعد قليل 100% بتأكيد على حكمها السابق، لأن هذا يعتبر نوع من العبث التي لم نساهم فيه. نفهم من هذا أن هذا توقعك أنه حينما تعلن المحكمة الدستورية بعد قليل عن قرارها النهائي سيكون بالتأكيد على قرارها الأول؟ هذا توقعي، لأنه منذ يومين قال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن قرارها نافذ ولازم ولا يمكن العدول عليه ويجب أن يحترم، فبالتالي أتوقع أن تعيد هي كل ما في الأمر أنها تريد أن لابد أن تعيد صياغة تنفيذ هذا القرار حتى لا يكون هناك أي عوارض قانونية تعوق تنفيذ هذا القرار. كيف تقرأ ردة فعل المجلس العسكري بعد القرار الجمهوري؟ هل كانت مهادئة شيئا ما مهادنة؟ كان هادئا ومهادنا. أعتقد أنه قرر أن يترك هذا الخلاف للمحكمة الدستورية العليا، وهو موقف يعتبر حقيقا، لأنه لا يريد أن يدخل في معركة مع الإخوان المسلمين، وحيث أن الموضوع قانوني بحت فهو قد ترى القرار لإرادة القانون، وهو ما يثبت حكم القانون في مصر وليس حكم قلة لا تريد أن تفرض الأمر الواقع ولا تريد أن تلتزم بقانون البلاد. هذه المهادنة هل تراها فعليا بداية تطبيق ما كان يقوله ويعد به المجلس العسكري من أنه سينسحب فورا من الحياة السياسية في مصر فور تسليمه السلطة للمدنيين؟ أعتقد أن المهادنة كانت والمشاركة والقبول كان واضحا منذ قيام ثورة 25 يناير، فقد كانت هناك رؤية واضحة للترحيب بهذا التيار والمهادنة معه منذ أول يوم، وأعتقد أن هذا الموقف هو استمرارا للموقف الأولي. نحن الآن طبعا نتوقع أو يعني هو مؤكد أن هناك مليونية اليوم دعما للقرار الجمهوري. هل تتوقع أن تتجه الأمور نحو المواجهة والتصعيد أم ربما بالعكس نحو التهدئة؟ سيدي، لقد أخذنا على هذا الوضع فقد أصبح وضع دائم في مصر، لأن هناك قوى تستطيع أن تتحكم بمليون شخص بضغط زرار واحد، أما القوى الليبرالية والمدنية فهي مفككة ولا تريد أن تتوحد على كلمة رجل واحد لكي نستطيع أن ننقذ مصر من هذا المصير المظلم. تصورك للحل للخروج من هذا المأزق سيد نجيب؟ لا حل الا ان تعترف قوه الاخوان المسلمين. هناك 50% من الشعب المصري لا يوافقون على حكم المرشد ولا يوافقون على ان تصبح مصر دوله دينيه بكامل اطيافها، وليس المسيحيين فقط بل المسلمين ومسيحيين من يريدوا دوله مدنيه، وبالتالي انه لا حل الا ان نتوقف جميعا على هذا المبدا، ولا تحاول قوه ان تنفرد بالمشهد وتختار وتجيب رئيسا
باغلبيه قدرها 1% تحت نظام انتخابات شبه وكثير من المخالفات، وتستولى على مجلس الشعب، وتريد الان ايضا ان تستولى على الحكومه وكل القوه في مصر. فان ال 50% الباقيين وان كان صبرهم طويل وانه صبرهم قد بدا ينفذ ولن يسكتوا على هذا الاضطهاد لمده طويله اخرى.